مرحبا بكم متتبعي الاعزاء في فيديو جديد لنهار اليوم. ان شاء الله يلقاكم كامل بخير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم مقروط المقله ولا مقروط العسل بحشوه العقده اللي كنت ديجا قلت لكم غادي نديرها معكم، واليوم كتب بالمكتوب باه نخدمها معكم. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها وتنجحوا فيها بزاف بنينه. غادي تنساي العقده تاع التمر. اول حاجه هنايا ديت 750 غرام تاع السميد الخاص بالمقروط ولا المقروط، كل واحد كيفاش يقول له. هنا الا كان عندك فيه الرطب سيبيه تسيحيه، تدي غير هذاك المتوسط المرفد كيما نقولوا حنايا. من بعد عندي هنايا كيلة تاع السمن وزيت اللي كنت ذوبتهم وخليتهم يبردوا، 3 كيلة تاع السميد اللي هي 750 غرام مع كيلة تاع سمن ومارغرين. هنا عندي مغرف ونص تاع المايزينا. المايزينا غادي تخلي المقروط تاعك ما ينتحش ويجيك خفيف وهشيش. عندي هنا لافاني باه نكه المقروط تاعي والملح والسكر وبياض بيضه، وعندي هاد لابودغ تاع المازهر هي اللي غادي نلم بها المقروط، تعطيني ريحه شابه في المقروط تاعي، تعطيني هذيك البنه التقليديه. هذا تاع سالونه اغوم شباب بزاف بزاف. روحوا نشوفوا طريقه التحضير. هنا في قصعه نحط هذاك السميد تاعي هنا باه نكيل معاكم باه تشوفوا الكيل كيفاش داير. وهنا الحشوه تاع اللي غادي نخدموه اليوم قليل اللي يعرفه، يعني وصفه قديمه وما يديروش في جميع الولايات. تقريبا ولايه الغرب هما اللي يخدموا، كاين ولايه غليزان، كاين مستغالم على ما اظن، معسكر، وهران، هادو اللي يعرفوا القدم يعرفوا هاد لاغوسيت يعني العقده، وتجيب بزاف بنين. انا تعجبني خير من التمر صراحه. هنا درت لافاني، درت الملح، درت السكر، درت هذيك المايزينا والفارينه، بصح بالمايزينا يجي خير وخير. نسي نخلط كاع هاد الصوالح الناشفين حتى يتخلطوا لي مليح. عاد باه نزيد هذاك السمن اللي كنت ذوبته وخليته ادفى. وهنايا درت هاد لابودغ تاع مازهر. هاد لابودغ تاع مازهر تعطيكم واحد الريحه شابه بزاف، قلت لكم سيرتو في الحلويات التقليديه الجزائريه. هنا تبغي تخلطيها مع الماء، تبغي ديريها هكا. انا هنا درتها هكاك اون بودغ مع النواشف، من بعد نزيد غير الماء وحده. نسي نحلها باسكو نورمالمون نصفيها، انا ما كنت مقلقه ما صفيتهاش. نسي نحلها كاع هكا بين يديا، يعني تدخل لي في السميد. عاد باه نبدا نشمخ بالماء بالسمن. هنا بعد لي خلطت كاع النواشف نجي هنايا نجيب هذاك الكيله تاع السمن والمارغرين ولا سمن وزيت كما قلت لكم، نزيدها في السميد تاعي ونبدا نشمخ في السميد تاعنا. هنا كاين بزاف يديروا 4 كيلات بكيله، انا ما نكذبش عليكم انا ندير 3 كيلات بكيله، يجي مبسس ويدوب في الفم، يعني يجي ما شاء الله. بصح 4 كيلات بكيله يجيكم شويه يابس. مانيش عارفه، انا هذه هي لا غوسيت تاعي اللي معتمدتها سنوات وسنوات ونخدم بها ميم لي كوموند، يعني يجي طري يدوب في الفم، يعني الحبه ما تجي ترديها تدوب لك. شوفوا هنايا ماشي غير تخلطوا السمن والسميد تقولوا صاي، سيبه تحبكيه مليح كيما نقولوا حنايا، تشمخي هذاك السميد مليح مليح بالسمن. من بعد تزيدي هذاك بياض البيض ونسي هكا فتليه داك السميد فتلوه شويه. من بعد نخلو الخليط تاعنا السميد هذا هي تخليه يبات ليله كامله يا تخليه نص نهار. مهم الاقل شيء تخليه 4 سوايع، لازم يتشرب هذاك الليدام تاعو عاد باه نبداو نخدموه وتطرى الحبه تاع السميد. هنا هذا قلت لكم السميد يكون متوسط في المرفد باسكو كون نديروا المتوسط في الخشين الحبه تاع السميد ما تطراش، تقعد هكا تتغزغز لك في فمك. شوفوا هنا كي تكوريه وتعاودي تقيسي هذيك الكره يتحل، هنا راه مشرب هذاك هو. دوك شندير نغطي السميد تاعي ونخليه يريح. انا هنا عجبتني راني لا نلعب نغطيه ونخليه يريح حتى الغدوه من داك. انا خليته ليله كامله، الغدوه من داك نخدموه. هنا نجي نوجدوا العقده اللي غادي نديروها لا فارس. قلت لكم غادي تنساو كاع الغرس. هنا درنا مغرف كبيره تاع الفارينه، وعندي هنايا 2 مغارف كبار تاع السميد، اي نوع تاع سميد يكون عندك. هنا المهم ما يكونش سميد رطب. درت 2 مغارف تاع السميد، ولا طيقوا هذاك السميد اللي شمخناه بالسمن ديروه. عندنا 2 مغارف كبار تاع العسل، وعندي القرفه نحتاجو 2 مغارف تاع ماكله. وإلا كانت عندك كونتيتي كبيره تاع سميد ضاعفي المقادير.
هنايا زدت انا شويه تاع خليط بين القرنفل والكبابه اختياري، تبغوا ديروهم تبغوا ما ديروهمش، انا نبغي هذاك الكو في المقروض. من بعد هنايا نعطيكم ملاحظه، اذا كنتي هذا المقروض غادي ديريه كيما نقولوا حنا غير تشربي قهوه ولا يقعد لك يومين ولا 3 ايام، لمي لافخس تاعك بالما زهر. كان هذا المقروض غادي ديريه كيما نقولوا حنايا للعيد ولا مناسبه ولا كوموند، لميه اما بالزيت هذه الحشوه اما بالسمن. نخليها تريح تلقاوها شدت روحها شويه، سيو باه تزيدوا لها شويه تاع الماء. هنا السميد تاعي المقطع نحذف ليه هذاك السميد اللي كنا نفخناه في السمن. من بعد ديت كونتيتي كيما درت معكم في الفيديو السابق، غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. ديت كونتيتي شمختها شويه، من بعد خليتها شربت، رجعت لها لقيتها خصها، زدت لها شويه تاع الماء، تتولي العجينه كيما راكم تشوفوا ما تكونش مخصوصه ما يتفركت لكمش. ندير الحربوش، ندير هذاك الحفره في الوسط، وندير هذيك العقده اللي كنا خدمناها تاع القرفه، ونسيي هنايا نسقم الحربوش تاعي. هنا غاديش نديره بالطابع، ما غاديش نقطعه، غادي ندير بالطابع تاع المقروض، اي طابع بغيتوه نتوما. شوفوا هنا سقموا هذاك الحربوش تاعكم مليح مليح غير بالعقل. من بعد هنا شندير نجيب الطابع تاع المقروض، تبغوا تقطعوه غير هكاك مقروضات بالطابع ولا بالخدمي، تبغي ديري الطابع. هنا ديت انا هاد الطابع تاع اللوح زعما شريته من في هذيك الرسمه تاع بكري، ساعه مانيش عارفه انا ما عجبنيش كي تجي باه يخرج لك هذيك الطابع الرسمه ما يخرجها لكش كما ينبغي، ماشي كيما الطابع تاع بكري. من بعد نجي هنايا نقطع مقروضات، نقلع هذوك الاطراف غير بالعقل ونقطعه على حساب الطابع. اللي ما الطابع تاعها ما يخرج لهاش ديسان كي من هذا اللي راه عندي انا مكان حاله، سي بالخدمي باه تسقمي هذوك الرشمات. شوفوا هنايا، وكما قلت لكم المره اللي فاتت دائما تكوني دايره الزيت يحمى، كي يحمى لك الزيت نقصي للنار وديري حبه تاع مقروض الطيب، جربي اونسي جامي السميد يحشيها لك، اونسي جامي راه زايد دروه هكا تخافي، ديري حبه. اذا صدتيها ما تفركتت ما صرالها حتى حاجه، كملي قطعي المقروض تاعك. كاش ما صرالها تمتم تصيبي لها لا سوليسيون تاعها. شوفوا هنايا قطعت، نجي هنايا غير بالخدمي ولا بالكوبات ونسيي نسقم الحبه تاعي، ما نخليلاش هذوك كيما نقولوا حنا دوك الشناتيف هكا تاع السميد منا ومنا، باه تجيكم الحبه تاعكم شابه ومتحوفه. شوفوا هنايا ها سقموها مليح، زيدوا هذوك اللي تخيل ما كانوش يبانوا زيدوا سقموهم. قلت لكم هذه الوصفه شابه تنسيكم في الغرس، تجي روعه، المذاق تاعها بنين، تقعد لكم. قلت لكم الا كنتوا بيديروها العيد ولا نعاود نقول لكم، لا كانت المقروض تاعك غادي يطول ما تلميهاش بالمزهر، لميها اما بالزيت اما بالسمن اما بالمارغرين، ما تلميهاش بالمزهر، خاطر المزهر بالمطول يبس لك هذيك العقده. بصح السمن ولا الدهان ولا يخليها توجور تقعد طريه، في المقروض تاعك تقعد طريه شابه. هنا انا غادي نكمل نقطع الكميه اللي عندي، انا غير شاركت معكم الوصفه ما كثرتش. غادي نكمل نقطع المقروض تاعي، من بعد نشوفوا طريقه القلي. هنا نجو لطريقه القلي، نتاستي الزيت تاعي لقيته راه حامي هذاك هو. من بعد نجي هنايا نفهمكم في نقطه بالك ما قلتها لكمش في الفيديو اللي سابق تاع المقروض. هنا المقروض لازم يطيب كيما نقولوا حنا في حمام زيت. صافي هنا لما كانش عندك هذيك المقله تاع بكري ديري كسرونه لازم تكون معمره بالزيت، لقيت تحطي الحبه تاع المقروض يغطيها الزيت بزياده. شوفوا هنا انا كنت دايره كونتيتي من المقروض هذاك اللي فات، تخلي الزيت كيما قلت لكم يغطيها. الناس اللي تخاف من المقروض تاعها لا ينتحل، ديري حداك زلافه عمريها بالماء، غطي الحبه تاع المقروض تاعك في الماء وفضيها من هذاك الماء وحطيها في المقله وخليها طيب، ما غاديش تنتحلك. وقلت لكم هنايا المقروض يبغي الزيت وتبغي النار تكون قليله باه يطيب لكم حتى للداخل، ما تطلقيلوش النار، الا طلقتي له النار يطيب لك من برا والداخل كي تقسمي الحبه تلقاها عجين. هنا تاني بالنسبه للعسل، العسل ما تزيدوا له والو، لا ما لا ما زهر لا ما ورد لا حتى حاجه، من المقله ديريكتومون في العسل. وقلتها لكم المره اللي فاتت، العسل كي تشوفي تبداي تعسلي وتشوفي العسل تاعك جمد، سيرتو كيما دروك بدا الحال يبرد يجمد لك العسل، ما تروحيش تشعلي عليه النار،
كل دقيقه شعل النار وحمي، شعل النار وحمي، غادي داك الحسل يبس لك المقرود تاعك. ديري باماغي ذوبي في هذاك الحسل وعاودي حطي المقرودات تاعك. طريقه التحسال، ندير المقله الاولى تاع السل، راني طيبتها نقلعها 5 حبات ولا 7، نقلعهم ونديرهم في الحسل، راني مخليتهم يتشربوا، ونعاود ندير المقله الزوجه. ما نقلعش هذيك المقله الاولى من الحسل حتى طيب لي المقله الزوجه. راكم فاهميني؟ وهنا شوفوا ما بغيتش نحذف لكم الفيديو باه تشوفوا باللي ما نتحللنا. شوفوا ها هوينا قلعته. هنا كاين اللي يبغي المقرود تاعها محمر، كاين اللي يبغيه شويه، كل واحد وكيفاه. انا نبغيه محمر ما نكذبش عليكم. ونجي هنايا نديره قلت لكم ديريكتومون في الحسل ونخليه يتشرب. انا هنا المقرود نبيته في الحسل ليله كامله في الحسل، والغدوه من داك نصفيه، نعاود نعسله مره اخرى ونصفيه من هذاك الحسل الفائض. وكاين اللي السميد تاعها يكون يشرب بزاف، عسليه حتى 3 مرات. انا هنا غادي نكمل بعد نوريه لكم واجد ان شاء الله. المقرود تاعنا راه واجد. هذا هو الشكل النهائي تاعو كما راكم تشوفوه. هنا بعد اللي عسلته درته في لي كيسات. نقول لكم جربوا هذه الوصفه لانه تجي بزاف بنينه، وصفه من الوصفات تاع بكري بكري بكري. وشوفوا الداخل هنا، سمحوا لي راني نصور بيد وشاده بيد، ما طقتش كيفاش نقسم معاكم. يجي طري كما راكم تشوفوا، والداخل هذيك العقده تجيكم اكثر من رائعه. شوفوا هنايا يجيكم روعه. نقول لكم غير جربوه واكيد اكيد ما غاديش تندموا عليه باسكو يجي بزاف بنين. نتمنى ان شاء الله الفيديو تاع نهار اليوم يعجبكم، نكون فدتكم بحاجه جديده. واللي عندهم هذه الوصفه تاع العقده تاع المقرود ولا يديروا المقرود بالعقده يكتبوا لنا في التعليقات. ما بقى لي نقول لكم الى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، فيديو جديد. سلام وتهلاو في رواحكم.